بأمعائهم الخاوية هم يخوضون معركة الوفاء والانتماء ومعركة الكرامة. هم يمثلون ضمير الأمة ويمثلون ضمير القدس، وتحديدا سامر المضرب عن الطعام منذ 122 يوم ومضرب عن الطعام منذ 9 أيام. ليس حبا في الموت، إنما حبا في حياة كريمة يعيشها هو وبقية الأسرى. هو يطالب بحريته وبوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جميعا. وللاطلاع على معاناة الأسرى هناك كلمة سيقوم بها الأخ موسى العباسي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من قلب القدس الصامت نوجه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال إننا صامدون، إننا دائما نرفع من قلب القدس اسمك يا سامر طارق. أنت علمتنا الصمود والتحدي، أنت علمتنا حب الوطن والانتماء لبلدة العيسوية ولسلوان والطور والبلدة القديمة وبيت حنينة وشعفاط وكل قرى مدينة القدس. ونحن نقول من هنا إننا نعبر عن معاناة الأسرى، لأننا كل المقدسين اليوم هم أسرى، ونحن كلنا نعرف ما هي الاعتقال وما هي الزنازين وكيف يتم الإضراب عن الطعام. ومن هنا نوجه للعالم الأجمع يجب الوقوف إعلاميا وداعم معنوي لعائلات الأسرى وللأسرى في سجون الاحتلال. وبالنهاية نقول إنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. وشكرا. أسرانا خاضوا معركة الكرامة، معركة الأمعاء الخاوية، وحققوا الانتصارات ومرغوا أنف الاحتلال في الأرض، كما فعلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مرغت أنف الاحتلال في الأرض. وهذه رسالة للاحتلال الصهيوني بأن طريق المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير أرضنا وتحرير فلسطين. هذا العدو لا يفهم سوى لغة القوة ولغة المقاومة، وهذا الدرب الذي سنسير عليه من أجل تحرير فلسطين وأسرانا. الأسير المقدسي سامر عيساوي في معركة الوفاء والانتماء لغزة وللشهداء الذين ارتقوا من أجل تحرير هؤلاء الأسرى، هو يخوض المعركة ليس وحيدا. معركة الأسرى توحدنا جميعا، توحد كل فلسطيني بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمي إليه. فقضية فلسطين وقضية الأسرى هي قضية المجموعة الفلسطيني وليست قضية شخصية. عندما يقرر الأسير أن يخوض إضرابا عن الطعام، هذه رسالة للاحتلال بأننا نحيا بكرامة ولا يهمنا الطعام. نحن لا نحيا من أجل أن نأكل ونشرب وننام، نحن نحيا من أجل المقاومة وتحرير فلسطين حتى تكون حياتنا كريمة في ظل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، دولة من البحر إلى النهر بحدودها الكاملة. الآن كلمة القوى الوطنية يلقيها الأخ هاني عيساوي، فليتفضل. الأهل الكرام، الإخوة والأخوات، إخوة ورفاق سامر وأيمن شراونة وجميع الأسرى في سجون الاحتلال، نلتقي اليوم لنصرة أسرانا في سجون الاحتلال. هؤلاء الأسرى الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية الوطن، ضحوا بحريتهم حتى يبقى علم فلسطين يرفرف عاليا. نجتمع اليوم ونحن نعيش فرحة الانتصار على القوات الغازية في غزة، ونجتمع اليوم ونأمل أن يكون يوم غد ليس كباقي الأيام، لأن أسرانا منذ صباح الغد سيكونون أسرى حرب. ففي هذه الليلة، في الساعة 10 من هذه الليلة، سيجري التصويت على قبول فلسطين
دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن أرضها ستكون أرض دولة محتلة، وأسراها سيكون منذ الغد أسرى حرب، أسرى دولة تحت الاحتلال. هذا الواقع الذي ناضل جميع الأسرى من أجل الوصول إليه منذ بداية الاحتلال، وهو أحد المطالب الأساسية للحركة الأسيرة، والذي سيتحقق هذه الليلة مع قبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية. وعلى الرغم من أنها جاءت متأخرة إلا أنها في النهاية قد وصلت، ومع أن حق فلسطين أن تكون دولة كاملة العضوية، لكن الفيتو الأمريكي والانحياز الأمريكي لإسرائيل هو الذي حال دون قبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. ولكن منذ الغد سيكون بمقدور دولة فلسطين محاكمة إسرائيل وملاحقة الجرائم الإسرائيلية أمام جميع المحاكم الدولية، أمام محكمة لاهاي، أمام محكمة الجنايات الدولية. وبالتالي فإن جرائم إسرائيل منذ الغد لن تمر دون ملاحقة. هذا الواقع الذي نأمل أن ينعكس إيجابا على أسرانا. أما بالنسبة للنضال الذي يخوضه الأخ سامر ورفيقه وأخيه أيمن شراونة ومن معهم من الأسرى المضربون عن الطعام، فإنهم يخوضون نضالا بطوليا دفاعا عن جميع الأسرى الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار. إنهم لا يخوضون الإضراب من أجل أنفسهم فقط، وإنما حتى يضعوا حدا للعنجهية الإسرائيلية، وحتى يجعل إسرائيل تفكر كثيرا قبل أن تقدم على اعتقال أي من محرري صفقة وفاء الأحرار. هذه الصفقة التي نفذت رغما عن إسرائيل، والتي يقول الادعاء العام فيما قدمه ضد سامر أنها كانت رغما عنا، وأنها كانت صفقة لم نكن نريد أن تكون، ولكنها كانت. فهذا النضال هو دفاع عن جميع المحررين في هذه الصفقة. نأمل أن يتحقق بالنجاح، ونأمل أن يتوفق الأسيرين سامر وأيمن شراونة في كسر هذا القرار الإسرائيلي المتغطرس، وأن يكونوا بيننا بأقرب وقت ممكن. كما أننا نقف اليوم لنصرة جميع الأسرى، وأسرانا في بلدة العيسوية ليسوا قلة، منهم من قضى السنوات الطويلة داخل السجون، نأمل أن نراهم قريبا بيننا في صفقة جديدة، ومنهم من اعتقل حديثا، نأمل أن يكون بيننا قريبا أيضا، ونتمنى لنضالهم جميعا التوفيق، ونأمل أن نراهم بيننا قريبا. وشكرا لكم على هذه الوقفة البطولية. أسرانا يحققون انتصارات يومية حتى وهم داخل السجون، فمجرد وجودهم هناك مصرين بأنهم يخوضون معركة التحرير. هم جنود الوطن، لذلك هم أسرى. قام الاحتلال باعتقالهم لأنهم يؤمنون بقضية فلسطين، يؤمنون بالمقاومة، وهم يدفعون ضريبة هذا الحب لفلسطين.
سامر العيساوي وأيمن الشراونة عندما قرروا خوض هذا الإضراب لم يقرروه من أجل حريتهم فقط، إنما جاء إضرابهم ليكون رادعا للاحتلال من إعادة اعتقال أسرى آخرين تحرروا ضمن صفقة وفاء الأحرار، وفعلا نجحوا في ذلك بأمعائهم الخاوية. فمنذ أن خاضوا إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أشهر لم يقم الاحتلال ولم يتجرأ على اعتقال أي أسير تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار، لأنه بدأ يحسب الحساب، بدأ يخشى الأسرى والخطوات التي يقومون بها من أجل حريتهم ومن أجل الحفاظ على ما حققته هذه الصفقة من إنجازات. صفقة قدم قطاع غزة آلاف الشهداء والجرحى. ما زال هذا القطاع يعيش تحت الحصار منذ أسر الجندي اللعين شاليط. هو ينعم الآن في الحرية وأسرانا داخل السجون يخوضون معركة الوفاء والانتماء لفلسطين. معركة الأسرى توحدنا. الأسرى جميعا داخل السجون يعلمون ما يقوم به الأسيران سامر العيساوي وأيمن الشراونة، لذلك خاضوا إضرابا قبل أيام تضامنا مع سامر وأيمن، وأيضا سيخوضوا إضرابا ابتداء من اليوم، حيث ستبدأ السجون ابتداء من نفحة إلى جلبوع بالدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام تضامنا مع سامر وأيمن حتى ينالا حريتهما الكاملة رغما عن أنف الاحتلال. الآن كلمة نادي الأسير يلقيها الأخ ناصر كوس، فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بدي أقدم تحية إلى أهالي العيسوية رجالا ونساء وأطفالا. والجماهير قالت الكبار بيموتوا والصغار بنسوا، وانا اللي ملاحظه هون انه الصغار هم اللي راحوا يحرروا هاي الارض ان شاء الله، لانه هاي عيون الاطفال الموجودين هون هم اللي راح يحرروا القدس باذن الله والمسجد الاقصى المبارك. احنا بنحكي لاخونا سامر واخونا ايمن شراونة انه طول ما في ناس اهلك وعزوتك في مدينة القدس وخاصة في قرية العيسوية ما يكونش عندك فكر. في الامس